السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور نسر الجزيرة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. معكم عمرو مصطفى للحديث عن موقف الفرق المصرية في البطولات الأفريقية. لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تدوس اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. لو بدأنا بأول نادي معانا وهو النادي الأهلي، اللي أول مباراة كانت ليه مع القطن الكاميروني، ولكن تم تأجيل هذه المباراة بسبب ظروف مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بالمغرب. أقيمت في نفس المجموعة المباراة اللي جمعت بين صن داونز الجنوبي الأفريقي اللي استضاف الهلال السوداني، وانتهت المباراة بفوز صن داونز بهدف مقابل لا شيء. علشان يكون موقف المجموعة بعد الجولة الأولى كالتالي: صن داونز الأول ب3 نقاط، وباقي فرق المجموعة بدون نقاط، لأن الهلال السوداني هزيمة بلا نقاط، والأهلي والقطن المباراة مؤجلة ما بينهم. لو جينا نستعرض إن شاء الله الجولة القادمة، الأهلي هيحل ضيفا على الهلال السوداني في السودان في الساعة 3 عصرا إن شاء الله يوم السبت. ملحوظة صغيرة للاتحاد الأفريقي: احنا زهقنا وتعبنا من موضوع ان الهلال السوداني وصن داونز لما يجوا يلاقوا الأهلي لازم يحدد ميعاد الساعة 3 العصر عشان يستغل الجو ويستغل الحرارة وبعض العوامل علشان يقدر يأثر بيها على النادي الأهلي. الكرة في أوروبا بتكون كرة قصاد كرة فقط، مفيش عوامل. الموضوع ده انتهى من زمان واحنا في سنة 2023 ولسه بنحط بعض العوائق والظروف عن الفرق اللي بينجي نلعبها. لو عايز تلاعب الأهلي أو تكسب الأهلي، لعبوا كرة واكسبوا كرة، الموضوع سهل وبسيط. لكن مش لازم كل مرة نلاقي الهلال السوداني وصن داونز نفس الموضوع، ان المباراة تكون الساعة 3 عصرا عشان يستغل موضوع الأجواء. المباراة الثانية هتكون في الكاميرون، القطن الكاميروني هيفتتح مبارياته لأن ليه مباراة مؤجلة مع النادي الأهلي زي ما قلنا. هيستضيف صن داونز في مباراة قوية. نتمنى للنادي الأهلي التوفيق إن شاء الله بإذن الله، ويفوز على الهلال السوداني ويحقق أول 3 نقاط في المجموعة في البطولة الأفريقية إن شاء الله. لو استعرضنا موقف نادي الزمالك، بدأ أول لقاء ليه مع شباب بلوزداد في استاد القاهرة، ولكن للأسف بهزيمة 0 مقابل هدف لشباب بلوزداد. والناحية الثانية الترجي التونسي كان بيلاعب المريخ، وقدر انه يكسب المريخ السوداني بهدف في آخر دقيقة من المباراة عشان يكون موقف المجموعة الترجي وشباب بلوزداد 3 نقاط لكل منهم، والزمالك والمريخ السوداني بلا نقاط. المباراة القادمة إن شاء الله يوم الجمعة، الزمالك هيخرج يلاقي المريخ السوداني، ولكن مش في السودان، هيلعبوا في ليبيا. الفريقين ما عندهمش أي نقاط. الزمالك لازم هذه المباراة تكون مباراة الاستفاقة بالنسبة له عشان يحسن موقفه في المجموعة ويقدر يرجع بقوة، لأن لا قدر الله لو أي هزيمة أو نتيجة سلبية هتصعب من موقف الزمالك جدا في المجموعة. اما اللقاء الثاني اللي هو يجمع بين شباب بلوزداد في الجزائر، هيستضيف الترجي التونسي، كل منهم يمتلك 3 نقاط. مباراة هتكون قوية جدا عشان تحدد مين هو اول المجموعة. اما بالنسبة لبطولة الكونفدرالية الافريقية، فبيمثلنا فيها فريق فيوتشر وفريق بيراميدز، وللعلم ان فيوتشر وبيراميدز واقعين في مجموعة واحدة مع الجيش الملكي المغربي واسكوكارا التوجولي. نتائج الجولة الأولى: فيوتشر حل ضيفا على اسكوكارا التوجولي، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، ودي تعتبر نتيجة إيجابية بالنسبة لفيوتشر لأنه كان بيلعب خارج ملعبه. أما المباراة الأخرى، فريق بيراميدز استضاف هنا في القاهرة فريق الجيش الملكي المغربي، ولكن للأسف المباراة انتهت بالتعادل 2-2، وتعتبر نتيجة سلبية بالنسبة لبيراميدز لأن المباراة على ملعبه. ولكن في النهاية الموقف الكلي للمجموعة جميع الفرق متساويين في عدد النقاط، إن كل فريق عنده نقطة. الجولة الجاية هتكون مواجهة مصرية خالصة، فريق فيوتشر هيستضيف فريق بيراميدز، هتكون مواجهة قوية جدا. نتمنى يكون فيها نتيجة اللي فيها الصالح للفريقين، لان احنا في الاخر بنتمنى ان شاء الله ان فيوتشر وبيراميدز يصعدا مع بعض اول وتاني، والاهلي ان شاء الله يصعد من مجموعته والزمالك يصعد من مجموعته، علشان الفرق المصرية ان شاء الله باذن الله يكون ليها حظوظ قوية باذن الله في الفوز سواء بدوري ابطال افريقيا او الكونفدرالية الافريقية. في النهاية بحب أشكر حضراتكم. كان معكم عمرو مصطفى من نسر الجزيرة للحديث عن موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية. وما تنساش تدوس اشتراك في القناة وتفعل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.